اقسم بالله كل اللي بيشرب عندي العصير ده يسالني إيه انت حاطه فيه ايه؟ طعمه وريحته مركزه جدا. عايزه اقول لكم ان انا بعمله من قشر المانجا، ايوه من قشر المانجا. مش هتصدقوا، وكمان بسويه على النار وبخزنه كده يفضل عندي سنه كامله واكتر كمان. ريحه المانجا بقى نفاذه كده ولونها يجنن حرفيا، والطعم بقى اللي بيحليه اكتر اكتر وبيميزه زي بتاع المحلات والشركات والمصانع. هقول لكم عليه في الفيديو ده. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. يلا بينا بقى، قلب كده حلو منك على الفيديو. بصوا بقى، انا هنا مليت كده الطبق البلاستيك بتاعي ميه نظيفه وحاطط فيها خل، وهمسك كده منجايه. بالنسبه للمانجا جايبه كده نوعين، نوع زبديه ونوع نعومي. النعومي ده بيبقى ما شاء الله ملحم، مليانه لحم. هقول لكم انا بستخدمها في ايه. بقشرها كده وبايه وبشيل اي القمع اللي هو الاسود بتاع المانجا من تحت بشيله. انا عايزه القشر ده باللحم بتاعه، هقول لكم بعمل بيه ايه. وبعد كده بقى بقسمها كده، بحاول اجيب من عند العضمايه كده او النقه بتاعت المانجايه اهو. بعمل كده نصين على طول كده، وباخد كمان الصباعين دول اللي على الحرف اهم شريحتين كبار كده. برضو بجيب على اخر العضمايه بتاعه المانجايه او النقه دي مش هرميها. هتعملي بها يا اسماء؟ هقول لكم هحوشها بس جنب مني واخلص الكميه كلها. ما شاء الله حلاوه مانجا النعومي، اللهم بارك، ملحمه كده وبص سكر، يعني بتاكلي كده وتشبعي منها. بستخدمها بقى للحلويات. طبعا تستخدم للعصير مش هتقول لا، بس الافضل اللي للعصير الزبديه. النعومي للاكل وكمان للحلويات. الحلويات ملاش حل بصراحه. جاتوهات بقى، كنافه وجلاش، البمبوزي بقى اللي طالع جديد بتاع باللبن، تعمليها بقى منها اشطوطه، كل حاجه تخرجي كده منها بقى الحلويات. اللهم بارك. طبعا بقى بنخزن لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. يعني تعملي حسابك بقى الحلويات كلها بقى كده ايه. السنه دي تكون مانجا، المانجا رخيصه ب20 وب25. خلصت كده المانجا النعومي، خلصتها كلها. تعالوا بقى نشوف الزبديه. بقسمها كده نصين اهي بالشكل ده، الفها كده تطلع بالشكل ده. هجيب كده معلقه واروح جايه شايله كده اللحم بتاع المانجا اهو، في اي عصاره هاخدها معايا بالشكل ده. هخلص الكميه كلها بنفس النظام. انا هنا شايفين اللهم بارك عامله اكياس اهي ومعبياها وربطاها. دي مانجا الزبديه. انا بس بعمل اتنين كده قدامكم اهو بالشكل ده، لان ما شاء الله انا قعدت على فرشه المطبخ وقعدت بعمل بقى مع نفسي، لان اللهم بارك قفصين مانجا. بطلع كده اللحم كده بتاع المانجا الزبديه، وعلى طول على الاكياس واكيس على حسب ما هتطلعي وتعملي، على حسب افراد اسرتك او بيتك او ايا كان خرجال اهل الله في رمضان ان شاء الله. اهو بالشكل ده كده، واروح جايه واخده كده بالمعلقه منزلها اللي على الناقه، واروح جايه لفه الناقه بالشكل ده بالراحه كده اسلكها اهي بكل سهوله، واطلع بقى كده اللحم بالمعلقه خرط كده معايا. اسهل طريقه وطريقه سهله وبسيطه ونضيفه جدا. اعبي بقى في الاكياس. بالنسبه للمانجا النعومي زي ما قلت لكم دي للاكل وللحلويات رهيبه، بتبقى لحم كلها وما فيهاش اي شعيرات ولا اي حاجه. بصوا بقى هنا بقى جبت الاكياس اللي هعبي فيها المانجا الزبديه اهي بالشكل ده، بالكبشه كده، وبعبي الاكياس واطلع منها اي هوا، وعلى طول اروح جايه ربطاها بالشكل ده. هجيب بس المقص كده واقص طرف الكيس عشان ما ياخدش مكان في الفريزر، ما يبقاش شكله لطيف. طيب لو هتعبي في اكياس المانجا اللي انا حطاها في قلب اطباق دي، لو هتعبيها في اكياس فرديها الاول على صينيه وغطيها بكيس وحطيها في الفريزر تجمد شويه، وبعد كده عبي منها في قلب اكياس تكون اتجمدت، عشان لو حطيتيها في اكياس وهي طريه كده يعني هتبقى طريه كده وماسكه في بعضها، تيجي تطلعيها في رمضان او في اي وقت مثلا تخرجي منها خرد بالشكل ده اللي انا بعمله دلوقتي، هتلاقيها بقت طريه معاكي. هنا بقى الصوابع اللي انا طلعتها عملتها هي مكعبات. هتعملي بها ايه يا اسماء؟ هقول لك هعمل بها ايه. بصوا بقى هنا كنت بلعب بوريكم بقى رسمه كده بحب اعملها عشان التصوير بس مش اكتر، بحطها كده كتزيين يعني. الطبقين اللي انا عملتهم مكعبات دول هقول لكم بقى هعمل بيها. بصوا
حاجه كده قمر، حاجه كده اللهم بارك، مش هتستغني عنها اطلاقا، هتعمليها على طول. توبنج ده بتاع الحلويات والكنافه بقى واللاش بالمانجا وكمان التورت والجاتوهات. توبنج ده هتحتاجيه لاي حاجه. هنا بقى ايه، خلصت كده الديكور بتاعي. هنا كنت بعمل ايه، رسمه كده ديكور. اللهم بارك. عايزه اقول لكم يا جماعه، هاتوا المانجا اليومين دول حلوه قوي، سعرها رخيص. بس نصيحه مني، ما تجيبي مانجا زبديه تبقى درجات، هاتيها كيت. الكيت دي جميله جدا، ما فيهاش شعيرات ولا اي حاجه. تعالوا بقى شوفوا كده الناء بتاع المانجا الزبديه طلعت منها ايه. شايفين بقى الكميه دي كلها من ناء. مع نفسك كده اقعدي وظبطي دنيتك، خليته كده عضمايه. تعالوا بقى نشوف القشر. معايا القشر اهو، طبعا انا غسلاها ومنضفاها ومخلياها فله. القشر كده يتاكل اكل. ليه؟ اهم حاجه بتكون نضيف جدا وطلع القمع ده ارميه. القشر بتاعها نضيف. هجيب الخلاط بتاعي، شوف شق الخلاط، واعبيه كده واحط معاه كوبايتين ميه في كل دور، كوبايتين، واضربهم في الخلاط كويس جدا. قشر المانجا النعومي جميله جدا، تحفه، وكمان ملحمه. بعمل منها احلى توبنج للحلويات كلها. خلاص كده فرمته في الخلاط. انا مش بحط له سكر، هو كوبايتين ميه عشان خاطر الخلاط يلف معايا. وبعد كده بجيب الصفايه بتاعتي واصفيه كويس جدا، هو في ثانيه بتصفي. شايفين بقى قوامه كريمي ولونه تحفه، اصفر كده محمر من القشره بتاعت مانجا النعومي، بتبقى محمره. يطلع معاكي بقى بالجمال ده. ما شاء الله، عملتهم على مرتين كده او 3. تمام. يلا بقى كوبايه سكر، عليهم ليمونتين، اللي هو الميه بتاعت الليمون، ميه ليمونتين، وعليهم كوبايه ميه عشان ادوب السكر والليمون. هدوبهم كويس جدا. هجيب بقى حله وافضيهم في قلب حله وارفعهم على النار ربع ساعه بالظبط، يعني 15 دقيقه اهو بالشكل ده. يلا بقى نرفعهم على النار 15 دقيقه، يعني ربع ساعه. هيطلع زي ريم كده بسيط، بالراحه كده بالمعلقه وشيليه، ما طلعش خلاص. طيب نجهز بقى نص كوباية مية جاهزة كده على ما يستوي على النار. عليها معلقتين 2 صغيرين من جيلاتين. ده جيلاتين من العطار حلال. معلقتين صغيرين. هنا بقى شايفين بقى اللي حصل. اقفل على طول الغطا لاني طرطش معايا. اخلي النار وسط واسيبها ربع ساعة، يعني 15 دقيقة. هقلب كويس جدا معلقتين الجيلاتين في نص كوباية المية عادية خالص من الحنفية واركنها. هنا بقى شويه خوخ كده كنت قاعده بخرطهم عشان اعمله بقى ان شاء الله عصير كوكتيل او في بعض حلويات يبقى عندي في رمضان. هنا خلاص طفيت النار، عدى ربع ساعه. هنزل بالجيلاتين واديله تقليبه كده بالجيلاتين، واهم حاجه تصفيه. خلاص كده زي الفل. طفيت النار بقى خلاص كده زي الفل. اطفي النار يا دوبك ياخد غلوه واحده بس بالجيلاتين، اطفي النار على طول كده معايا. اللهم بارك. عايزه بس اوريكم قوامه بيور وناعم، وقوامه تقيل جدا وكريمي اهو بالشكل ده، وهو ده المطلوب. هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب بقى اطباق اللي انا خرطتها مكعبات، والمكعبات تكون كبيره، دي ملحوظه، ما تخليهاش صغنططه، تكون كبيره كده عشان تبقى باينه وظاهره في قلب التوبينج او الحلويات او التورت او الكنافه بتاعتنا او ايا كان. دي اللي احنا بنحطها على وش الكنافه، على وش الجلاش، على وش القشطوطه، اللي هو الصوص بتاعها يعني او التوبينج بتاعها. خلاص كده زي الفل. اسيبها تبرد شويه وبعد كده هعبيها بقى. نجيب الاطباق بتاعتنا او الاكياس بتاعتك وتعبيها بالشكل ده كده جاهز معايا. ليه ما بحطش المكعبات على النار؟ بعض ناس بيحطوها على النار، المكعبات بتتسلق معايا، بتستوي جدا. انا عايزاها فريش ومكعبات تكون ماسكه نفسها. اول ما نزل صوص المانجا او التوبنج من على النار، اروح جايه ضايفه مكعبات المانجا، واهم حاجه تكون مكعبات كبيره ما تكونش صغيره، وادي لها تقليبه واسيبها تبرد شويه، وبعد كده اعبيها في قلب اطباق تكون افضل من اكياس. بصراحه مش عندك اطباق، اكياس عادي خالص مفيش مشكله. بتطلعيها قبل ما تحطيها على التورت او الكنافه او الجلاش او ايا كان نوع الحلويات او رز بلبن، تسيبيها بس كده تفك خالص، وبعد كده تروحي جايه حطاها بقى. تفضل بصوا بقى المكعبات زي ما هي، مش صيصه مثلا ولا دابت ولا طريه، لا، مكعبات ماسكه نفسها، كبيره وناشفه كده وماسكه نفسها. معلقتين الصغيرين الجيلاتين بيخلوا كده تماسك في قلب التوبينج، جميل جدا، كريمي قوي 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 كمان، وحلو قوي. كوبايه السكر للكميه دي، كميه مثلا في حدود كيلو مثلا يعني. هنا بقى عملت شويه عصاير سكر يا ولاد.
يا رب الطريقه تكون عجبتكم. وبالنسبه للمانجا النعومي اللي انا اسمها انصاص في قلب الاطباق دي بقى بطلعها من الفريزر، اسيبها يعني تفك بسيط، يعني تكون لسه مجمده شويه، واروح جايبه ايه عاملاه شرايح لتزيين الجاتوهات والكنافه واي حلويات، تزيني كده شرايح كده منها او مكعبات، او تستخدميها في اي حاجه. طب ما تنسيش بقى تخزني شويه خوخ كده مكعبات صغيره لعصائر كوكتيل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.